بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالوا بقى كده ايه، نولع الفرن وندفي البيت ون ايه في الشتاء والدنيا اللي برد دي والساقعة دي، يعني فرن غاز فرن بوتاجاز، المهم نولعه وخلاص. ماشي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه ونتكلم عن المقادير ونشوف احنا رايحين نعمل ايه. دلوقتي عايزين نعمل قرصتين على الماشي. فهنا بقى المقادير معانا زي ما انتوا شفتوا، كوباية من كل نوع، كوباية سمنة، كوباية سكر، كوباية حليب، وهيبقى كمان هنضيف الباقي مية. عايزة تضيف المقادير السايلة كلها، او اللي هي يعني الحليب او اللبن ده، تضيفيه كله لبن ماشي، او حليب زي ما بعض الدول بتقول. عايزة تخليهم كلها مية ماشي، ده او ده ماشي. برضو السمنة عايزة تخليها سمنة على زيت ماشي، عايزة تخليها سمنة بلدي ماشي، عايزة سمنة مخلطة ماشي، يعني ايه كل المتاح عندك اللي انت عايزاه اعملي. تمام. وهنا معانا كمان ايه اللي كان بيساعدني في الوقت ده، رشاد. كان معايا ادي كمان ظرف لا فانيلة خمير، اللي هو الكيس الخميرة ده. انا كنت عايزة احط الاتنين بما ان الدنيا ساقعة، بس سلفتي الاخرى كانت بتعمل وما لقناش، يعني ما كانش موجود عندها. قلت لها خدي واحدة اهو، كفاية عليا واحد. المهم هنا حطينا بقى المكونات اللي احنا قلنا عليها دي. حطينا زي ما قلنا كده، كوباية سمنة، كوباية حليب أو لبن، كوباية سكر، وظرف خميرة، ومعلقة ملح صغيرة. بس لسه ما كملناش بقية المكونات. هنحط كمان ادي كوباية مية. تمام كده. يبقى كده حطينا كوباية حليب أو كوباية لبن وكوباية مية، وكمان هيبقى في كوباية تالتة بس هنستعملها يعني بالراحة كده. كل ما نعوز يعني او كل ما نحب نحط على العجين هننزل كمان. فهنمسك المكونات دي كلها وندوبها كده ببعض لعند السكر ما نحس انه داب في نداب، يعني ما عادش له اثر. بس في الوقت ده بقى عايزين يعني المضرب اللي لقيته مش جايب نتيجة، مضرب يدوي. انا عارفة ان هو بتاع المضرب الكهربائي، بس قلت اما ادوب بيه كده علشان يعني احاول ادوب السكر. بس ما لقيتش جايب نتيجة، قلت اركبه في المضرب بتاعه ونضرب بيه ضربتين عما ندوب السكر. لان استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. القرص دي يعني ما بتحتاجش عجين كتير، علشان كده انا ما ضربتش بيه او ما عجنتش بيه. فقلت يعني اشغل ايدي احسن. مش حكاية احسن ليا، بس يعني انا بحس ان انا اما بلمس العجينة بقدر افهم هي وصلت لعند فين، واعرف كده وصلت للقوام المطلوب ولا لا. يعني اقول المعلومة ديت كانت كنا بنتفرج على التلفزيون زمان في قناة اسمها فتافيت. كان في ست أجنبية بتيجي عليها كده، كانت تقول اشتغلي بإيدك علشان تحسي بالعجينة، أو وبتعتقي طاقة إيجابية كده عشان أما ده يعني لما بتعجنها بإيدك تحسي بملمسها في إيدك كده وتعجني وتلمي العجين في إيدك بقت بتقول بتعطي طاقة إيجابية. فانا ما اعرفش بقى، يعني لو حد يشوف الفيديو ده يقول لي صح ولا غلط. بس فعلا انا يعني بحس براحه كده ان انا لما بعجن راحه نفسيه مش راحه جسديه. انا طبعا لما بعجن بايديا بتوجعني او كده، بس ببقى حاسه ان انا مرتاحه نفسيا، مرتاحه يعني كده. المهم هنا بقى حاولنا نلم العجينة، او يعني نتوه الدقيق كده في في المواد السائلة اللي احنا شفناها دي، ونشوف لسه هتحتاج مية او حليب او ايا كان اللي انت هتحطيه لها.
زي ما اتفقنا كده في اول الفيديو، عايزة تخلي كل المقدار حليب او لبن ماشي، عايزة تخليه مية برضو ماشي، شيء يعني اي حاجة ما تضرش. فدي الكوباية التالتة بقى اللي هي ايه، بتاعة المية. يبقى كده العجينة دي هتاخد معايا كوبايتين مية، كوباية حليب او لبن، كوباية سمنة، كوباية سكر. دي ايه المكونات كلها بتاعة العجينة. وكيس خميرة او ظرف خميرة، وكيسين فانيليا، ومعلقة ملح صغيرة. تمام كده. هي يعني نواعم الافران ما بتحتاجش عجن كتير. زي ما انتم شايفين كده بحاول المها، يعني الم الدقيق واتوه ببعضه، ما بعجنش. واي شوية مية بحطهم بتوهم بس كده، علشان يعني عشان تشربهم، او مسافة ما بتشربهم ارجع اعملها تاني. وعند ما اشوفها وصلت يعني القوام اللي انا عايزاه ولا لا. لان كل ما بتبقى تقيلة كل ما بتبقى مكتومة، اما بتبقى خفيفة كده وطرية وناعمة بتوصلك يعني بتبقى سهلة الفرد وسهلة العجين. حتى ما بتبقى طرية ولينة في ايدك كده وسهلة ولينة، بتعرفي تلمي وتفردي فيها زي ما انت عايزة. فخليكم متابعيني بقى. واللي بيدخل ويشوف قناتي لأول مرة وعجبته ما ينساش يفعل زر الجرس اللي هو موجود أسفل الفيديو في الجهة الشمال أو اليسار، ويفعلوا على إشعارات استغفر الله العظيم، على الكل ماشي، عشان يوصلوا كل جديد احنا بننزله. ويا ريت ما تنسونوش في لايك وكومنت حلو كده، تذكروا الله او تصلوا على النبي فيه، ودعوة حلوة منكم كده، يعني فضلا وليس امر، دعما منكم ليه. المهم هنا بقى يعني بحاول بقدر الامكان اني اشوف العجينة طبعا لسه جامدة او يابسة كده تحت ايدك، يعني نشوف نحط لها مية او نحط لها تاني. بحاول بقدر الامكان ان انا معجنش فيها كتير، لان هي مش بتتعجن كتير. دي نواعم الافران، القرص دي مش بتتعجن كتير. فلعند ما بلاقيها جامدة او يابسة كده، ازود كمان شوية مية او حوالي معلقتين مية، عشان يعني ما احتاجش ان انا احط دقيق تاني. وكل دقيق بيختلف من يعني من نوع للتاني. يعني ده خد زي ما قلت لكم 3 كوبايات، في دقيق ممكن ياخد اكتر، في دقيق ممكن ياخد اقل. يعني انا بحاول اوريكم العجينة لو لمتها في ايدي بتبقى عاملة ازاي. وشوفوا هي طرية بس مش موصلتش للقوام اللي انا عايزاه. تحسها لسه كده قافلة كده مع نفسها او جامدة كده مع نفسها. فاقوم جايه اقوم حاطه لها كمان شويه ميه، علشان اقوم موصلاها للحبه اللي انا عايزاهم، او القوام العجين اللي انا عايزاه. ف إيه ال- اللهم ذكرني اذا نسيت، اللهم ذكرني. المهم ان بقى العجينه لازم تكون طريه ومفتوحه كمان ده معاكي، هي مش بتلزق بس تكون طريه كده وناعمه، علشان تعرف تسهل عليكي الفرد. وهنا يعني بحاول بقدر الامكان معجنش غير شويه الميه اللي انا حطهم تشربهم. يعني بحاول اتوه شويه الميه اللي انا بحطهم، او اشرب شويه الميه اللي انا بحطهم للعجين. وزي ما قلت لكم في دقيق بيختلف من نوع للتاني، يعني دي بياخد كمية سوائل كتير او قليلة، يعني بياخد كمية اقل من التاني. فعلى حسب نوع الدقيق وانت بتشوفيه كمان وانت بتعجن، فهتعرفي انت وصلت للملمس او القوام المطلوب ولا لا. فهنا كانت يعني بدأت احس ان هي فكت معايا شوية. فيعني لازم كل شوية كده تلميها وتشوفيها هي خفيفة في ايدك، تقيلة مكتومة. يعني زي ما انت شايفاها كده
زي ما انت هتبقى حاسة بقى بايدك. فعشان كده ده اللي انا بقول عليه ايه، يعني لما تعجني بايدك هتعرفي انت وصلت ايه ليها ازاي، او وصلت ايه لعند فين. هو ده الايه مقصدي من ان انا بقول يعني ايه، مش بعمل بالمضرب ولا اللي عنده عجان ولا كده. ف بتحسي بقى في الوقت ده ان انت وصلتي للي انت عايزاه في العجين. تمام. هنا برضو حبيت ايه اوريها لكم برضو تاني، يعني ايه شوفوا العجينة يعني ايه بدأت بتلزق، بس في نفس الوقت مش بيطلع حاجة ايه في ايدي، يعني طرية وحلوة، بس مش بتطلع ايه، ما بتلزقش كده في ايدي لما ايه اجي احط ايدي عليها ولا كده. شوفوا هنا بقى ملمسها يعني بقت حاجة طرية ازاي وناعمة، مفيهاش اي ايه تلزيق. إيه حتى بحاول احط ايدي عليها فوق وتحت، ما بتلزقش في ايدي ولا بيطلع ايه حاجة في ايدي منها. إيه يعني مش بتعلم في الايد او ايه في عجين بيلزق في الايد زي ما بنقول كده. بقت ايه بقت تمام. ايه نغطيها بقى ايه ونحطها في مكان دافي عشان إيه يعني هي مش هنخمرها في الاول، هنريحها شوية، يعني بتاع 10 دقايق ولا حاجة، علشان وقت الفرد إيه نعرف تسهل علينا الفرد إيه العجين. لان انا مش عايزاها إيه، يعني احنا عايزينها ترتاح معانا عشان تسهل علينا. فهنا زي ما انا حب يعني جيت اوريكم كده إيه القرصة او الكورة اللي احنا نقطعها بتبقى قد ايه، قد البيضة، إيه قد اقول ايه، شفتوا الليمون كده اللي هو بتاعنا بيبقى فيه اللي هو البلدي يعني، بيبقى فيه إيه بعد واحدة كبيرة كده قد إيه، علشان تبقى طبعا الحجم اللي احنا زي اللي بنشتريه من الفرن. فهنا ايه انا فرشت كيس على الرخامة وايه، وحبيت ان انا ايه اعمل على الرخامة عشان ايه اوضح لكم او ابين لكم الاشكال بتبقى عاملة ازاي. بالنسبة بقى لخبيز القرص او تبطيطها زي ما احنا بنقول في الفلاحين كده، يعني ايه بنعملها بكف الايد. زي ما انا ايه شفتوا كده، وانا بقى ايه اول ما جيت ايه اوريلكوا في اول قرصة كده ببطن ايدي او بكف ايدي نفسه إيه من جوه، علشان صوابعي انا بقى تشوفوني بعمل بصوابعي بس مش في كل ايه الحالات. يعني الحتة اللي بلاقيها عالية بحاول ان انا اظبطها بصبعي وارجع تاني بكف ايدي او بطن ايدي كده إيه اظبطها، علشان إيه صوابعي ما تطبعش فيها وتفضل طابعة مكان الصابع. لان لو عملتها بصوابعي هتفضل مطبعة في ايه في قلبها، حتى لو خمرت برضو هيفضل مكان الصابع موجود فين في قلب الصينية في قلب القرصة. فهنا بحاول اظبطها بصوابعي وارجع ايه عشان اسويها نفس السمك بتاع الدايرة كله يبقى قد بعض. فهنا ايه بوريتكم ان انا هحطها برضو نرصها في الصينية، بس بين كل قرصة وقرصة مش كتير، يعني مش هنسيب فراغات ايه كتير، لانها اما تخمر مش بتفرش او مش بتوسع، لا هي بترتفع. يعني الخمر بتاعها بدي ارتفاع، ما بديش ان هي تفرش او توسع مننا. علشان كده بين ايه بسيب بين كل قرصة وقرصة حاجات ايه بسيطة. إيه ده عشان برضو ايه يعني برضو ما نلزقهاش في بعض، او في نفس الوقت من ايه من نسيبش مسافات كبيرة. وهنا بقى بشكل الباقي، لان كنت ايه اللي بشكله بايه بفرده اول باول، او اللي بقطعه بفرده اول باول. هنا نبقى مغطين العجينة عشان وشها ما ينشفش، وعلشان ايه برضو نحافظ عليها ما تعملش قشرة على الوش. فاللي بقطعه إيه يعني اقطع كام كرة كده او اشكلهم واحطهم ايه قدامي ايه يرتاحوا على ايه على مفرد واحدة بواحدة. إيه وكان يعني تحسوا العجينة طرية في ايد الواحد ازاي وهو بشكلها او بقطعها، يعني مش يابسة كده، لا بتاخد وتدي كده بشكل ودي لا يعني بتاخد وتدي إيه في ايدك، تعرفي ايه تشكلها براحتك، او ان هي مش يابسة تحت ايدك كده إيه تعذبك يعني في التقطيع او في التشكيل. فهنا كنت افرد
اقطع الحبة وايه واحطهم واقوم جايه ايه افردهم واقوم حطاهم في الصينية وارجع تاني اللي هعمله اللي هفرده او اللي عايزاه اقطعه تاني وبرضو ارجع ايه اعمل نفس الحكاية. فهنا اهو شوف زي ما ايه قلت لكم برضو في اول الفيديو ان انا بحاول إيه بحس بالعجينة الحتة ان هي اللي عالية، فبحاول بصبعي ان انا ايه افردها في المكان الواطي او ان انا اسويها عشان زي ما قلت لكم يبقى سمك الدايرة كله زي بعض، عشان ما تبقاش في حتة في القرص عالية وحتة واطية، إيه عشان لما تخمر كلها سوا بعضها ويبقى ايه شكلها حتى ايه شكلها حلو كده. ايه خليكم بقى متابعين معايا الفيديو لعند ما اخلص ونشوف ايه فهعمل إيه برضو اللي باقيين قدامي دول ايه نفس الطريقة اللي انا عملتها، وبعد كده ارجع ايه اشكل الباقي او اقطع الباقي لعند ما نوصل للشكل ده. وده كان الكيلو دقيق عمل لي صينيتين ايه او صاجين من دول زي ما انتم شايفينه كده. وطبعا ايه كده وصلنا لمرحلة التخمير. دي كانت الصينية التانية، وكانت بقى دول وعملتهم في المحشرة الصغيرة دي وايه واغطيهم بقى واحطهم في مكان دافي علشان يخمروا، وبعد كده احطهم فين في الفرن. الفرن بقى نتكلم عنه سواء إيه فرن غاز او فرن البوتاجاز. طبعا انا سويت في فرن البوتاجاز، وده كان شكلها ساعة ما خمرت اهي شوفوا زي ما قلت لكم ما سيبناش فراغات ايه واسعة او كتيرة ازاي لانها هي في خمرها بترتفع ما بتفرش. شوفوا كان شكلها عامل ازاي في الفرن. الفرن بقى زي ما قلت لكم كان يبقى والع قبلها او مولعينه من قبلها بايه ب10 دقايق قبل ما نحط يعني ايه السجان فيه او الصواني فيه، مع مولعينه يعني سخن. وايه عشان لما ندخله كده ما ايه ندخله على نار إيه سخنة، والعند ما نحس بقى ان هما إيه يعني خدوا لون من تحت وخدوا وخلاص هيحمروا ايه نبدأ نهدى عليهم شوية عشان برضو يكونوا ايه مستويين ما يكونوش ايه زي المسلوقين كده، او يعني زي ما بنقول كده يبقوا معجنين من ايه من قلبهم. هما يعني الصينية بتاخد من حوالي من 10 ل15 دقيقة، يعني ما بت ايه يعني بالكتير اوي 15 دقيقة، هي بتاع حوالي 12 إيه يعني في الحدود دي 12 دقيقة 15 دقيقة، يعني ما بت ايه ما بقاش ايه طويل. وده كان ايه كان شكلها يعني كانت ما شاء الله قلبها من جوه ما اقولكوش بقى يعني. اقسم بالله الكيلو الدقيق ده يعني يدوبكشي القرص دي قعدت في بيتي هما ال24 ساعة عما لف وايه وميعاد ما انا خبزاهم كانوا خلصانين. بألف هنا لولادي وبألف هنا اللي كل حاجة. يا رب ربنا يهني كل واحد كل منه. إيه يعني الخير في البيت حلو. انا بقى هنا حبيت ايه احطهم على بعض علشان ايه اغطيهم وايه على مطلع إيه لان كنا صايمين وكان عليا الدور عند حماتي وكنا إيه هنزل الاكل. فانا كنت بعملهم كده وانا ايه وانا واقفه بعمل الاكل قلت ايه اما اتسلى كده واعمل ايه الكيلو الايه الدقيق ده اعمله قرص. إيه فعملته وقلت ايه انزل بقى ايه بالاكل علشان ايه برضو حماتي يعني ايه ما تستغيبنيش وكده. ايه فكان بعد ما ايه حطيته في طبق كده وكان شكلهم يفرح بجد يعني. رخر ولادي كانوا حاطين الاكل يقولوا لا مش واكلين، قلت لهم ايوه انا عارفه ان انتوا عايزين تطلعوا تتسلوا على الايه على القرص اللي فوق. فهو كان شكلها بجد ما شاء الله وطعمها وريحتها. يعني هي ما قعدتش يعني عشان اقول لكم دول اللي انا لهفت منهم من الصينيتين اللي انتوا شفتوهم دول. قلت علشان اعملهم ايه اخدهم ايه يعني اعمل منهم صورة انزلها او كده. دول اللي انا لهفتهم وساعة ما شفتهم اتحصرت ده شفت لهفتهم ازاي بقى بعد ده اللي انا سبتهم ونزلت الصينية اللي انتوا شفتوها وطلعت يعني يا دوبكش كلنا عند حماتي وطلعنا لقيت دول اللي فاضلين من بقية القرص اللي انا عاملاها. قلت ابقى احمدك يا رب ان انا لهفت حاجة علشان ايه
قالها اظبطها يعني واعملها ايه، اخد منها صورة ولا لقطة ولا حاجة. إيه، لان ولادي بألف هنا لهم. مين اللي كان يقول ده، يقول مش انا، ودي يقول مش انا. المهم ربنا يهنيهم يا رب، وكل حاجة ياكلوها بالصحة والعافية. إيه قلت ايه، صح على بدنهم. المهم ان انا لهفت حاجة اعملها وخلاص. ايه وبعد كده بقى يرجعوا يقولوا لي ايه، اعملي لنا كمان يا ماما. قلت لهم حاضر يوم تاني. فهي بس اللي مأثر مع الناس غلاء المعيشة يعني والأسعار اللي ضربة نار في السما. فربنا يلطف بنا وعدينا منها على خير يا رب. وربنا يلطف بمصر وأهل مصر والمسلمين جميعا، اللهم آمين. لأن بجد يعني أنا جبت علبة السمنة، أول ما خدت منها للقرص دي. بعد كده جيت أبص فيها لقيت بقى نصها. مش هقول لكم إن أنا عاملاها ببلدي ولا حاجة، ويلا ربنا يهني اللي كان.